انتم تزايدوا على المغرب. والله العظيم التاريخ لن يرحم اهل الجزائر. الجزائر رافده المشعل نتاع فلسطين ونتاع الصحراء الغربيه ونتاع الدول الشعوب المقهوره والشعوب المضطهده. اذا لازم هذا الصوت هذا يسكتوه. يعني احنا الجزائر مستهدفه، بلد ما يسمحش عليه. اصبحت عضويه بلادنا في هذا الكيان المسمى بجامعه الدول العربيه، هذه العضويه تؤثر سلبا على مواقفنا، واكدت على الخطر اللي تمثله دوله الامارات بالتدقيق على بلادنا، حيث اعلنت حرب، يعني شنت حرب على بلادنا من خلال مخططات اجراميه تحاول تنفيذها لزعزعه استقرار بلادنا خدمه للكيان الصهيوني، مما يطرح ضروره تقويض حضورها في بلادنا دفاعا عن تكاملها وسيادتها وامنها، يعني تكامل بلادنا وسياده بلادنا وامننا. وينها الجزائر؟ شوف هيئة الشعارات مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، والشعارات اللي سمعنا منها يعني بالكيلو كما يقال بالعامية. المغرب رغم كل التهديدات قالت أنا مع قطاع غزة. لازم نحنا نستعبدوا ارواحنا درك، ومش لازم نخرج مع غزه. هذوك الناس يخرجوا يا اخي، ومن بعدك تولي في حراك جديد، والحراك الجديد هذاك يحب ينحيو تبون. لا اسمح لي فيها انت عامل فيها ايات قرانيه طول النهار تستشهد لي بها. اذا لا خير فيك يا رجل. شوف هيئة الشعارات مع فلسطين ظالمه او مظلومه، والشعارات اللي سمعنا منها يعني بالكيلو كما يقال بالعاميه. والله وخايفين على ارواحنا يا عمي. مظاهره سلميه لاجل غزه، شو فيها يعني؟ صار يقول لك والله نحن لا نريد ان نتحول مثل سوريا. شو هالمنطق؟ عبد الرزاق مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام. يا اخي وانت قلت بالمسيرات في الجزائر يا اخي، هل تعلم ان في الجزائر 35 وزير في السجن، 100 جنرالات في السجون يا اخي صالح، باش حنا ما نبقاوش حنا تما تقول علينا نشعلوا في النار ما بين الشعوب. هذا تما مش قصدي. من المسيرات في الجزائر هنالك كلاب وصهاينه ينتظرون لتكون حرب اهليه في الجزائر. هل تعلم يا أخي أن في المغرب العربي هي أكبر جالية يهودية يعني في المغرب، يعني تونس والجزائر والمغرب، يعني هذو الصهاينة يستنوا فينا غير باش يجعلوا فينا. لا دعنا اسمعني. نحن نحترم اليهود الذين يعيشون بين ظهرانينا وهم مواطنون كاملون المواطنة وأهلا وسهلا بهم. دعنا فيما يفيدنا. عبد الرزاق عزيزي، أنت أشرت إلى الجزائر التي تمنع مظاهرة لأجل غزة، عندك تبرير وتفسير لذلك؟ يا أخي قلت لك بأن هنالك الناس هادو الصهاينة، لا أقول اليهود لأن اليهود فهموا فهم صح، باش على بالنا بالقوانين الإنجليزية التي. طيب جاوبني مباشرة حتى نستفيد من الوقت. عبد الرزاق، لماذا الجزائر تمنع مظاهرة لأجل غزة؟ بص على بالك خويا صالح، هنالك ما كانش نقابات في الجزائر باش يخرجوهم. هادو تسمى الأحزاب اللي يجي يقول لك باش يخرجوا هم كونتر الحكومة ديجا. أنت لم تجبني مرة أخرى على السؤال، تتهرب من الإجابة. لماذا الجزائر تمنع خروج مظاهرة لأجل غزة؟ إجابة واضحة نريد يا عزيزي. لأنها خايفة على روحها. لو كان هذوك الناس يخرجوا يا أخي ومن بعدك تولي في حراك جديد، والحراك الجديد هذاك يحب ينحيو تبون. هذه محاولة لتبرير هذه السياسات. إذا أنت خايف على الكرسي إذا لا خير فيك يا رجل. شوف هيئة الشعارات مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، والشعارات اللي سمعنا منها يعني بالكيلو كما يقال بالعامية. وينها الجزائر؟ خويا صالح خليني نكمل برك الفكره. تفضل. بارك الله فيك. لازم نعرفوا باننا تم شوف الحروب في سوريا، في ليبيا، في العراق، يعني لازم نحنا العرب لازم نستعبدوا ارواحنا درك، ومش لازم نخرج مع غزه. لازم لا اسمح لي فيها انت عامل فيها ايات قرانيه طول النهار تستشهد لي بها، وخطابك هذا خطاب الانظمه التي تبرر الركون والقعود. شكرا لك واعذرني في ذلك عبد الرزاق، اعطيتك فرصه. شكرا لك. والله وخايفين على ارواحنا يا عمي. مظاهرة سلمية لأجل غزة، شو فيها يعني؟ صار يقول لك والله نحن لا نريد أن نتحول مثل سوريا. شو هالمنطق؟ هذا هو منطق الأنظمة تماما. ديروا بالكم لو تحركتوا تصيروا رماد مثل سوريا، تصيروا مثل ليبيا، تصيروا مش عارف إيش. وهم الذين عرقلوا الربيع العربي وحولوه إلى رماد. لا يريدون حرية الشعوب، هم يريدون أن يسوقوا فكرة
أن الثورة أو الحراك ينتهي دائما إلى ما لا يحمد عقباه. لا، مش صحيح. عيد الاستقلال في مصر وهذه الأعياد الوطنية المزعومة وأنت عندك المعبر تأخذ الإذن من أمريكا وإسرائيل حتى تدخل شاحنة، ويأتيك الصهيوني المجرم يفتش لك الشاحنات قبل ما تدخلها لإخوانك في غزة وتقول لي عندك أعياد وطنية. يا رجل استحي استحي. المغرب البوابة لإفريقيا، فالخيار الإماراتي جاء لأسباب كثيرة. لا ننسى أنه كل ما تدخل منطقة الخليج يدخل في أي أزمة أمنية أو عسكرية، المغرب هو واقف مع البلدان، يعني يرسل جنود ويرسل طاقات هامة من الجيش المغربي الذي يساند عملياتيا. عادت بعض وسائل الإعلام الجزائرية إلى استهداف دولة الإمارات، واتهمت صحيفة الجزائر اليوم الإمارات بالتوجه إلى استثمارات كبيرة في الصحراء المغرب ضد مصالح الجزائر، كما اتهم موقع أوراس الإخباري أبو ظبي بمساعدة المغرب في محاولة خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر والحديث عن أنبوب الغاز مع نيجيريا. فيما يخص العلاقات الإماراتية والمغرب، نظرا لتشابه في المنهاج السياسي بين الإمارات والمغرب، كلاهما مملكتان ولو أن الإمارات هي كمملكة، كان على الإمارات أن تختار بوابة لإفريقيا. فالخيار الإماراتي جاء على المغرب لأسباب كثيرة، من جلها أنه التشابه السياسي، التقارب السياسي، التعاون الثنائي، التعاون أيضا فيما يخص الأمن. لا ننسى أنه كل ما تدخل منطقة الخليج يدخل في أي أزمة أمنية أو عسكرية، المغرب هو واقف مع البلدان، يعني يرسل جنود ويرسل طاقات هامة من الجيش المغربي الذي يساند هذه الأنظمة.